سألت نفسك قبل كده ليه البدايات ساعات بتكون قوية جدا وفجأة كل الأمور بتتغير؟ طب ليه الراجل ممكن ينسحب وياخد جنب بالرغم بقى من إنك جذابة وشخصيتك كويسة؟ مش جاي أقول لكم في المقطع ده كلام إنشائي أو كلام زي اللي بيتقال وخلاص، إنما جاي أقول لكم الخلاصة من واقع دراسات ومشاكل كتير سمعتها. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقتكم. في 5 حاجات لو عملتيهم أنت بتبني سور ما بينك وما بين إعجاب أي راجل بيك. أول شيء هنا هو الدراما المبالغ فيها وخلق المشاكل من فراغ. الراجل زي ما احنا خلاص عرفنا بيبحث دايما عن السكن والهدوء، فلما يحس لمجرد احساس في قعدته معاكي انه كانه وقع في حقل الغام، او لاحظ انك بتكبري الامور البسيطه عشان مثلا تختبري غلاوتك عنده، هنا هتلاقي رد فعل عكسي خارج توقعاتك خالص. معهد جوتمان عمل دراسه بسيطه كده وقال العلاقات اللي بتنجح عموما نسبه الايجابيه للسلبيه من 5 ل1. لو النكد غلب الاعجاب بيموت تلقائيا. الشيء التاني انك تنسي نفسك وتعتمدي عليه كل وجزئي. اعرفي ان مفيش حاجة ممكن تطفي شرارة الاعجاب زي واحدة حياتها كلها بتتمحور حول الراجل، ان تنسى شغلها وعيلتها وكل شيء وحتى كل حاجة بتحبها وحتى مستقبلها عشان بس تبقى ظله. طبعا ده بيحسسه بضغط رهيب جدا ومسؤولية هو مش قدها. الراجل عايز انسانة هي ليها حياتها برضه واللي هو هيكون جزء منها، مش واحدة مستنية شخص يقول لها تعمل ايه وما تعملش. الشيء رقم 3 ان انت تحاولي تغيري حاجات فيه وعماله تنتقديه عمال على بطال. اكبر غلطه ممكن تقع فيها اي واحده انها تبقى فاكره الراجل اللي هيكون شريك حياتها ده هتاخده تربيه من اول وجديد. المفهوم ده غلط ولازم يتغير، لان الراجل بيعتبر ده اهانه كبيره جدا ليه. ده لما يلاقيكي بتنتقديه عمال على بطال او طول الوقت في لبسه، في هيئته، حتى في طريقة كلامه، وحتى كمان في طموحاته. الحقيقة اللي المفروض تعرفيها هو إن الراجل بيعجب بالواحدة اللي شايفاه أفضل واحد في الدنيا، طبعا بدعمها ليه، مش الواحدة أبدا اللي بتتعامل معاه كأنه مشروع إصلاحي محتاج لترميم. الشيء رقم 4 المقارنات ثم المقارنات وسقف التوقعات الخيالي. زي مثلا شوف خطيب صاحبتي أو جوز صاحبتي جاب لها إيه أو بيعمل إيه، أو فلان بيعمل لمراته كذا وكذا. المقارنات دي يا ست الكل هي القاتل الصامت للإعجاب، لأن كل ده بيوصل للراجل إنه مش كفاية. الراجل تلقائيا بيبعد عن اي مكان يحسسه انه فاشل. الشيء رقم 5 هو انعدام التقدير. في دراسة كده اتعملت واكدت ان الامتنان الحقيقي هو وقود العلاقة فعلا. يعني الراجل لو بيعمل مجهود حتى لو كان بسيط وما بيلاقيش كلمة شكرا او نظرة تقدير، بيحس ان مجهوده ده ملوش اي قيمة، فبيبدأ يدور على التقدير في مكان تاني او بينسحب تماما. اعرفوا حاجة مهمة، ان العلاقات دي أشبه بالزرع، محتاجة نهتم بيها ونحافظ عليها طبعا علشان تكبر. وزي ما قلت قبل كده ودايما بقول إن الكلام اللي بقوله هو مش قانون. طبعا بقصد هنا إن إحنا ما نعممش دايما في العلاقات ما بين الراجل والمرأة، لأن لا كل الرجالة زي بعض ولا كل أنثى شبه التاني. وبالنسبة لك أنت ممكن تلاقي راجل بيحب حاجات غيره ما يحبهاش. أذواق والتربية والثقافة بتفرق، وبناء على كل ده طبيعة العلاقة وشكلها بيختلف من شخص للتاني. قولوا لي بقى إيه أكتر شيء من ال5 أشياء اللي قلتهم شايفين إنها بتفرق فعلا؟ أشوفكم على خير إن شاء الله.